السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل بشكل مبدئي، وزير التعليم العالي مدد العام الدراسي بالجامعات 3 أسابيع. وافق المجلس الأعلى للجامعات على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة 3 أسابيع مبدئيا. وأوضح المجلس خلال اجتماع اليوم بحضور وزير التعليم العالي أن ذلك لتحقيق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة. وقرر المجلس الأعلى للجامعات بدء الفصل الدراسي الثاني واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة في الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذ لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء على أن تستأنف الدراسة وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات. وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري صباح اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار. وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري صباح اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية وزير التعليم العالي للبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة. وجه المجلس الشكر لجامعة حلوان لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات. وبحسب بيان، شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية. كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. قبل ما ننهي الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.